ويمرر واوتو بونج صاحب البرجل الواسع وانطلاقه وعرضيه خطيره. فين المتابعه؟ كره حلوه، مساحه فاضيه، انت تنطلق. الثاني عاشور والهدف الاول. لسه بنقول فيها مساحه وفيها خطوره. اوتو بونج عملها عرضيه حريريه، لم تجد متابع الا محمود شاكر اللي بيعملها بالمقاس على راس القناص هاني العجيزي، وضربه راس وسط. غفله من دفاع نادي الزمالك. يتقدم الاتحاد بهدف، وهنشوف مباراه كبيره يا جماعه. لسه بقول لحضراتكم ادي الاعاده قدامنا. يا سلام يا اوتو بونج ببرجلك الواسع، واوفر عرضي جميل لكن مفيش متابعه. راحت لمحمود شاكر اللي بالمقاس لهاني العجيزي اللي غير مراقب تماما، ويضع البطاقه الاولى لنادي الاتحاد لتشتعل وتزداد المباراه اثاره ومتعه في الدقائق القادمه بامر الله. هاني العجيزي متميز وبالفعل يستحق، يعني بقى له 3-4 ماتشات بدا يدخل في الفورمه. الماتش اللي فات كان تالق امام الاسماعيلي، في هذه المباراه الاعتراض على الحكم. الخاسر الاول فيها هو اللاعب، والخاسر الثاني طبعا. ضربه حره مباشره في محاوله البحث عن هدف التعادل في الدقيقه 32 لنادي الزمالك. فتح الله وشيكابالا وعبد الشافي على التنفيذ. هنشوف ايه الفكر وايه القرار. وشيكابالا يا سلام يا شيكابالا يتجمل، شيكابالا يتألق، شيكابالا يعيد البسمة لجماهير الزمالك ويعيد الطمأنينة لجمهور القلعة البيضاء في هذا الحوار الساخن تماما. يا سلام يا شيكابالا، تألق ولا أروع. يعني هنقول ايه؟ جمال ايه وكرة ايه وروعة ايه؟ بتفكرني ورا بالمتألق ايضا عبد الله السعيد نجم نادي الاسماعيلي اللي بالفعل له كلمة عليا في هذه الايام في الضربات الثابتة. شيكابالا ينوب عن كل عشاق الزمالك ليسعد هذه الجماهير الغفيرة ويضع بطاقة التعادل في الدقيقة 32. يا لها من مباراة، يا لها من قمة بالفعل. الإعادة قدامنا جميلة مش ممكن، وكأنها باليد. شيكابالا يتجمل ويتألق ويضع بطاقة التعادل لنادي الزمالك. جابر عمر جابر خد الثقة ومتألق النهارده في الجبهة اليمنى، والانطلاقة خطيرة حلوة وهوبا جعفر. يا سلام، لسه الخطورة، لسه ايه يا مخرج اللي بتعمله؟ مش ممكن جعفر يتألق ويتجمل يضع البطاقة الثانية لنادي الزمالك، ولكن مخرج المباراة فين؟ بيجيب الصورة على عمر جابر ويتألق أحمد جعفر والزمالك يفيق، الأسد الأبيض يستفيق. وادي انطلاقة والإعادة. عمر جابر يا سلام على التألق، تصويبة حلوة تطلع وترد من هاني سليمان. المتابع والمتوغل أحمد جعفر على طول القناص اللي أصبح من المرعبين للحراس في الفترة الأخيرة يضع بطاقة التقدم لنادي الزمالك لتشتعل المدرجات البيضاء. 2 الزمالك و1 الاتحاد. انقلبت المباراة تماما. عمر جابر متألق من نجوم هذه المباراة، تصويبة حلوة جميلة التصويبة، لكن هاني سليمان تألق. ويا سلام يا جعفر، وسط الغفلة الدفاعية يعني التخبط الدفاعي لنادي الاتحاد يضع البطاقة الثانية لتنقلب المباراة تماما رأسا على عقب. 2-1. قول لحضراتكم مباراة جميلة. دقيقة 35 تشهد الهدف الثاني لنادي الزمالك. ادي الجماهير البيضاء العظيمة، جماهير نادي الزمالك اللي بقول لحضراتكم غابت عنكم. ضربة ركنية تتعامل على طول من حسام عرفات، سهلة للحارس الهاني سليمان. تمريرة أمامية طويلة في مساحة فاضية، وأوتو بونج خطيرة هوبا سلام. والله ما أروعك، والله ما أبدعك أيها الكاميروني العظيم. عفوا في هذه المقابلة. مباراة من نار، مباراة حريرية، مباراة أقول إيه وأعيد إيه، مش عارف أقول إيه وأعيد إيه. أوتو بونج في مساحة فاضية يتوغل. لسه بقول في شبه كبير في أدائه من ديديه دروجبا النجم الإيفواري. يتألق ويتجمل أوتو بونج ويضع الكرة جميلة في شباك عبد الواحد السيد وسط غفلة من دفاع نادي الزمالك تماما. مساحة مفتوحة، شارع مفتوح. يتألق صاحب البرجل الواسع المتألق الكاميروني أوتو بونج ويضع بطاقة التعادل لنادي الاتحاد في قمة القمم في هذا الأسبوع. الأخيرة لسه عندنا 4 دقائق متبقية غير الوقت البدل الضائع. ودي ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك على التنفيذ. شيكابالا يمرر وخطيرة وهوبا وجول شيكابالا. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ شيكابالا مش ممكن، هو نفسه مش مصدق نفسه. الكرة عملها خادعة وماكرة للجميع، ماكرة لينا كمان وخادعة. أرضية زاحفة برازيلية، هنشوف قصدها ولا ايه ده؟ مش ممكن هو ولا ابراهيم صلاح، هنشوف في الإعادة. هو
حاجه ولا ابراهيم صلاح بالكعب؟ طبعا الكوره مش موضحه، ادي شيكابالا تمريره اماميه ولكن فيها سن خمسه كده من الصف. هنشوف في النهايه هدف ثالث للزمالك في الدقيقه 42 تعود المقدمه من جديد لنادي الزمالك عن طريق شيكابالا. 3-2 5 اهداف في شوط قد يكون هو من اجمل اشواط الدوري. شكرا للكابتن احمد شالب على عطائه في رحله البحث عن هدف التعادل. على التنفيذ شايف محمود شاكر وهاني العجيزي والحائط البشري من نادي الزمالك وهاني العجيزي وتصويبه. يا سلام، مش ممكن على هذا الدوري. كرة المباريات الثابتة، دوري الكرات الثابتة، مباراة الضربات الثابتة. هاني العجيزي يتألق ويتجمل ويقول لشيكابالا مفيش حد احسن من حد. بنفس سيناريو شيكابالا العجيزي يضع بطاقة التعادل لنادي الاتحاد وكأن المباراة هي مباراة الضربات الثابتة. 4 ضربات ثابتة او نقول 3 ضربات ثابتة 3 اهداف. مش ممكن. منتهى الإثارة والروعة في هذا اللقاء. منتهى الإثارة والروعة وكأن عدوة عبد الله السعيد تصيب كل اللي ثابتة. شيكابالا الهدفين وهاني العجيزي هدف وادي شيكابالا في ضربة ثابتة أخرى ومن مكان خطير أيضا ومحاولة لإدراك رابع الأهداف. وهنشوف إيه السيناريو. لسه إبراهيم سعيد منزلش. شيكابالا وضربة حرة وعاملها حلوة. جول. مش ممكن. مباراة للتاريخ. 4 ضربات ثابتة منها شيكابالا 3 ضربات ثابتة في المباراة ب3 أهداف. ده ممكن نقول دي ايه؟ هي مباراة التاريخ من عام 48 في افتتاح الدوري. لم تكن مباراة بهذا الشكل. 4 ضربات ثابتة ب4 أهداف منها 3 للاعب واحد فقط هو شيكابالا يتجمل يتألق وكأنه النهارده من كوكب آخر تماما. يضع البطاقة الرابعة لنادي الزمالك. الهدف الرابع ليتقدم الزمالك ب4 أهداف مقابل 3 لنادي الاتحاد. 4 أهداف منها 3 لشيكابالا من ضربات ثابتة وهدف للاتحاد للنجم هاني العجيزي أيضا من ضربة ثابتة. شيكابالا مش ممكن. مباراة لو رجعنا تاريخ الدوري من عام